اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل النهارده ان شاء الله كيكه تحفه، كيكه البلح. تعالوا اقول لكم بقى، يلا عملنا الكلام الجميل ده كله ازاي. اول حاجه على النار كده هجيب كوبايه سكر بس، مش هحط اي حاجه، وهكرمل السكر ده. يعني هخلي النار وسط كده لحد ما يتكرمل، مش هزود اي حاجه. انا عايزاه يوصل للقوام ده وكده تمام قوي. هجيب عندي صينيه مقاس 22 وادهنها كده دهنه زبده وانزل بالكراميل ده. طب لو نزلته وقفش معايا احطه على النار شويه كده لحد ما يسيح، وبعد كده افرده في الصينيه تاني. بعد ما افرد الكراميل في الصينيه، عندي بقى البلح الاسود كده اللي موجود في السوق دلوقتي، هفتحه واقسمه كده نصين وارصه في الصينيه دي. ترصيه بقى دايره كده، داير ما يدور. لو انت هتعملي في صينيه مربعه رصيه بقى مربع زي ما تحبي. بعد ما رصيته بالشكل ده، عايزه اقول لكم، مش عايزه اقول لكم كده ان انا ببالغ، لا بس دي احسن كيكه بجد والله، انا جربتها. نيجي بقى في الخلاط، هحط 2 بيضه بدرجه حراره المطبخ، عليهم كيس فانيليا، عليهم نص كوبايه من السكر، وكمان نص كوبايه من الحليب، وهضرب ضرب مبرح لحد كده ما الخليط يبقى ابيض معايا. بعد كده هنزل بالنص عليهم بنص كوبايه سمنه او نص كوبايه زبده او نص كوبايه سمنه على زيت، فده براحتكم. انا حطيت نص كوبايه سمنه بلدي. بعد كده هحط عليهم كوبايه ونص من الدقيق او كوبايه ونص من الطحين، وعليهم رشه ملح، وعليهم معلقه من البيكنج باودر الكبيره، وهقلبهم كده في اتجاه واحد لحد ما يبقى الخليط معايا بالقوام ده. بعد كده هنزل بالخليط في الصينيه بتاعتي كده، وطبعا هكون مشغله الفرن على درجه حراره 180 قبلها ب10 دقايق، وهحطه في الرف اللي في الوسط. وهدخل الصينيه الكيكه بتاعي، بتقعد حوالي من 30 ل 40 دقيقه حسب الفرن بتاعك. اول ما هتطلع على طول من الفرن، اول ما هتخرج على طول، ما تستنيش عليها، تقلبيها فورا وهتبقى معاكي بالجمال ده. بجد والله العظيم الكيكه دي تحفه ومغذيه جدا. انا مرضتش احط زبده ولا احط زيت انا حطيت نص كوبايه سمنه بلدي. فلو مش متاح عندك حطي نص كوبايه زبده. طب مش متاح عندي زبده، حطي نص كوبايه زيت. مش متاح عندي زيت مثلا، بس حطي نص كوبايه سمنه. تمام كده. قطعناها بقى، وعايزه اقول لكم لسه كانت سخنه بتطلع دخان اهي، عشان انا قلبتها على طول. كانت روعه وفاتحه كده من جوه بقى. تعالوا بقى نزود التست شويه. حطيت بقى كده شويه صوص كراميل على الوش، وطبعا ده اختياري. لو انت بقى بتحبي القرفه وانت بتحطي البلح بترصيه، ترشي رشه قرفه. فانا بصراحه انا بحب القرفه جدا، بس انا نسيت احط قرفه، نسيت الخطوه دي، مع اني كنت حاطه القرفه جنبي، بس انا نسيت الخطوه دي. فانت لو انت بتحبي القرفه، وبعد ما بترصي البلح بترشي رشه قرفه كده. وخلاص الوصفه بتاعتنا خلصت، والسلام عليكم.